السلام عليكم ورحمة الله عشاق المغارات ديال تيم ديوين. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه هي المغارة ديال تيم ديوين. اللي ما كيعرفش المغارة ديال تيم ديوين، هذه هي المغارة ديال تيم ديوين من الداخل ديالها. مرحبا بكم. انتم كما كتلاحظوا اللهم بارك الإصلاحات اللي قامت بها الجماعة أو ما نعرف، المهم إصلاحات تمت على هذه المغاره. كما كتلاحظوا البارير علاش كيتمشى الانسان في الاول راه ما كانتش بحال هكا. انتم كما كتلاحظوا الاصلاحات اللي قامت بها، اللي دارت هذه المغاره نظرا للزوار والكميه ديال الزوار اللي كيزوروا هذه المغاره هذه، من السياح، من الزوار مغاربه من جميع المناطق كيزوروا هذه المغاره هذه. انتم كما كتلاحظوا والله الاخوان الا كاينه واحد البروده في هذه المغاره ما تقدش تقاومها، بروده خياليه طبيعيه جدا. نحن راه في قمه الجبل وكتشوف العيون كيخرجوا من هذه المغاره هذه، كتقول سبحان الله العظيم. الناس ما لقاتش الماء في الارض، ولكن كتجي للجبل كتلقى العيون. سبحان الله العظيم. انتم كما كتلاحظوا المغاره من الداخل للتذكير فقط، راه واخا دي معاك البيل من احسن الماركات، راه البيل ما كيضربش في واحد المسافه لقدام، يلا كيدير لك النور حدا الرجلين ديالك فقط. انتم كما كتلاحظوا راه داروا ليها السلطات، دارت واحد الباب الحديدي باش سدتها، يعني دارت لك يلا كتدخل واحد 70 متر صافي كيسالي الدخول ديالك. لان هي شوفوا انتم كي دايره من الداخل، راه واحد الظلام، راه حنا دايرين الضوء ولكن ما كيبين لك الضوء حتى شي حاجه. داك الضوء بحال كيرجع عليك بداك الظلام اللي كاين في هذيك المغاره. السلطات دارت هذا الباب هذا نظرا كاينين بعض الشباب طايشين كيغامروا كيدخلوا، فاش كيدخل كيلقى الظلام ما كيعرف لا منين دخل ولا منين غادي يخرج، كيبقى غادي مع العلم ان الطول ديالها راه 18 كيلومتر اللي فيها في الطول. يعني تقدر تدخل من هنا تخرج من شي بلاصه اخرى ولا ما تخرجش كاع، لان راه كنا سمعنا بان راه كانت وقعت شي حادثه هنا، دخلوا شي سياح ولا ما عرفت شنو وما لقاوش منين يخرجوا. فهمتي؟ هذا هو المشكل علاش داروا دابا هذا الباب، هذا الباب الحديدي. هذا الشيء علاش دار باش الانسان ما يزيدش مازال الامام، كيدخل على 70 متر كيريح شويه كيخرج كيستمتع بهذا المنظر ديال هذه المغاره وبالسقف ديالها المثير اللي فيه شي زواقات بالمياه، وداك الشيء راه لا تقاوم. وما رغم ذلك راه فيها العيون. انتم كما كتلاحظوا هذا راه الماء ديال العيون صالح للشرب، يعني اللي بغى يزور هذا المكان راه ما يدي معاه لا ماء لا حتى شي حاجه، راه الماء موجود تما، ماء طبيعي خارج من المغاره من العيون. انتم كما كتلاحظوا جيب الفيديو ديالك، عمر الماء ديالك وشرب بالصحه والراحه. انتم كما كتلاحظوا المغاره دارت عليها اصلاحات جميله. في الاول راه ما كانش هذا البارير، كتمشي دابا تحت البارير والعيون كيصبوا الماء من التحت، وهذا الماء راه هو اللي خارج للبيسين ديال المغاره. لابيسين فين كيعوموا الشباب، فين كيعوموا السياح الا جاو، فين كيعوم اي واحد. ها حنا دابا خارجين من المغاره. انتم لاحظوا معايا السقف ديالها كيفاش داير، الجوانب ديالها كلهم كيرشحوا بالماء، يعني كيخرجوا داك الندى ديال الماء، حيت راه فيها واحد البروده. ما نعاودش لكم، راه الفريغو جيب السلعه ديالك حطها تما، راه بحال الا حاطها في الفريغو. انتم كما كتلاحظوا الخرجه ديالها هي هذه. حنا دابا غادي نمشيو نوريكم لا بيسين ديال هاد المغاره كيفاش داير الخرجه ديالها، مع العلم اننا حنا تقريبا راه طالعين دابا بواحد 1600 متر على سطح البحر، تقريبا 1600، ما بين 1600 1800 على سطح البحر. انتم كما كتلاحظوا هذه هي الخرجه ديالها. شوفوا الاصلاحات اللي طارت هاد المغاره هذه. انتم كما كتلاحظوا هذه هي الخرجه ديالها. شوفوا حنا دابا فين كاينين العلو، فين كاينين فواحد العلو اللي تقريبا راه حيت دخلنا تقريبا مع يموزال، مع دخلنا مع المنطقه ديال يموزال وحنا في الجبال عاد وصلنا هنايا. هذا هو لابيسين. انتم كما كتلاحظوا الماء اللي كيخرج من هذوك العيون كيكب في هاد لابيسين. انتم كما كتلاحظوا هذا هو لابيسين ديال المغاره. هنا فين كيتجمع داك الماء ديال العيون كامل كيتجمع هنا.
صحة وراحة فيصل العومة، صحة وراحة. وإلى هنا ما يمكن لي نقول لكم إلا السلام عليكم ورحمة الله. واللي بغى يزور هذا المكان راه كيتواجد في المنطقة ديال إم وزال، في النواحي ديال